السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين الكوارع جميلة القمر دي ولا الشوربة بتاعتها؟ تحفة وطعمها حكاية. تعالوا اقولك انا عملتها ازاي، ولو بتعمليها لأول مرة هتطلع معاكي جميلة وكل هيشكرك عليه. تعالوا اقولك انا عملتها ازاي على طول. جبت حلة، حطيت فيها معلقتين من الزيت، معلقتين اتنين صغيرين، سبتهم ان هما يسخنوا كويس، وهبدأ ان انا انزل بالكوارع بتاعتي. الكوارع بتاعتي مغسولة كويس جدا بمية وملح وليمون ودقيق، يعني مغسولة، وتسيبيها شوية وبعد كده تشطفيها شطفة هتطلع اي زفارة منها. هبدأ بقى ان انا اشوح الكوارع بتاعتي، شوحة تشويحة حلوة كده. التشويحة ديت بتدي طعم للكوارع في حتة تانية. هبدأ بقى اجيب المنكهات بتاعتي، بصل، طماطم، عندك جزر حطي، ورق لورا، حبهان، روزميري وفلفل اسمر حصى. هبدأ بقى ان انا برضو اشوح الكوارع مع البهارات مع الطماطم مع المنكهات بتاعتي اللي انا حطيتها، بقت بالشكل دوت. هبدأ بقى انزل بمية سخنة مغلية، يعني ما تنزليش بمية ساقعة، لا مية مغلية تنزلي بيها على الكوارع. بصوا الشرب من قبل ما تغلي شكلها ولونها عامل ازاي، وريحتها جميلة جدا، ولا فيها زفارة ولا هتعمل ريم ولا اي حاجة. هبدأ بقى ان انا اغطيها واسيبها ان هي تبدأ تستوي. هنا كانت بقى داخلة على سوا. بصوا مفيهاش ريم ولا فيها اي حاجة خالص، يعني كانت نص سوا كده. وده كانت بعد ما استوت بقى خالص طفيت عليها. تقعد لو مع عندك حلة الضغط هي نص ساعة بالظبط وتلاقيها استوت. لو حلة عادية ممكن تقعد ساعة، ساعة ونص، وتطلع معاكي مستوية خالص. بصوا بقى جمالها وحلاوتها بعد ما اتغرفت. الشوربة بتاعتها طالعة رايقة، ولا فيها ريم ولا فيها اي حاجة. جربوها بالطريقة دي. متنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.